نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ال CDR وقلنا إنه بيتكون من Continuing Professional Development CPD، وقلنا إن هو صفحة واحدة A4 بتحط فيها التريننجز والكورسز اللي أنت خدتها من ساعة ما دخلت الكلية لحد ما كتبت ال CDR علشان توريله فيها أنت إزاي محافظ على نفسك updated ومحافظ على التكنيكال والمانجيريال سكيلز بتاعتك up to date. شفنا شكله المرة اللي فاتت، اللي عاوز يشوف شكل السي بي دي ازاي ارجع للفيديو اللي فات. قلنا ان السي دي ار بيتكون من 3 كارير ايبيسودز وهنكتب النهارده واحدة منهم، وبيتكون من سامري ستيتمنت وهنكتبها برضو النهارده، هنشوف بتتكتب ازاي. زي ما اتفقنا ان احنا هنكتب السامري ستيتمنت الاول وبعد كده هنكتب عليها الثري كارير ايبيسودز، هنمشي بالمقلوب. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي هنعمل كده. قبل ما تكمل الفيديو ده، لو ما كنتش اتفرجت على بارت 1 ارجع اتفرج عليه الاول، لانه هو المدخل اللي هتدخل بيه لبارت 2. اتكلمنا عن الفورمات المره اللي فاتت وقلنا ان الفورمات بتاعه الكارير ايبيسود لازم تكون فيها انترودكشن حوالي 100 كلمه، باك جراوند من 200 ل 500 كلمه، وبيرسونال انجينيرنج اكتيفيتي من 500 ل 1000 كلمه، والسامري ما بين 50 ل 100 كلمه. اتفقنا ان احنا هنلتزم بعدد الكلمات ده، معلش هنيجي على نفسنا، مش هنزود ولا هنقلل، هنلتزم بالكلام اللي هو قاله عشان خاطر انا، معلش. طيب مزنوق قوي ومش قادر وخلاص نفسك تزود كلمة تقلل كلمة، تزود 10 كلمات تقلل 10 كلمات، مش مشكلة، الدنيا مش هتتهد. بس ليه نلتزم احسن بالكلام اللي الراجل طالبه زي ما احنا اتفقنا. بالاضافة للفورمات المطلوبة منك لازم تعرف حاجتين. الحاجة الاولى ان الكارير ايبيسود كل ما كانت بعيدة عن انك مدير كل ما بقت احسن. بمعنى حط الكارير ايبيسود في مشروع او في مرحلة الثري كارير ايبيسود في مشروع او في مرحلة في حياتك انت كنت فيها متمرمط في السايت، متمرمط في الاكتيفيتي بتاعتك، مش لما بقيت مدير على قد ما تقدر. لان هو عاوز يشوف انت عملت ايه، مش انت خليت الناس تعمل ايه. انت بتعتبر نفسك كبروفيشنال انجينير مش كمدير. فالغريزه اللي جوانا كلنا وانا منكم ان احنا نحط التاتش بتاع لا انا بقيت مدير كبير قوي، خلي بالك ده انا وصلت لمرحله مش عارف ايه. انا مش مطلوبه دلوقتي خالص. احنا عاوزين دلوقتي لما كنت جونيور انجينير، بالكتير قوي لما بقيت سينيور انجينير، علشان ما تقعش في الفخ ده، لان انا وقعت فيه ورفض لي الريبورت بتاعي وعملت له ابديت، شلت خالص الحته اللي انا بقيت فيها مدير دي خالص، ولا هو عاوزها ولا انت عاوزها ولا حد عاوز يبص عليها. هو عاوز يبص، شوف الراجل عاوز منك ايه، هو عاوز يبص على إيه انت بتعمل ايه في السايت، فحط له اللي هو عاوز يعمله. الحاجه التانيه اللي لازم تخلي بالك منها ان الاسيسور بتاعك مستني يشوف منك 3 حاجات في الكارير ايبيسود. مستني يشوف ايه؟ مستني يشوف همسه تكنيكال ولمسه بروجكت مانجمنت، ويشوف قدرتك على حل المشكلات. مش عايز تكنيكال كتير ومش عاوز بروجكت مانجمنت كتير، بس ما ينفعش برضو ما يكونوش موجودين. لو مش موجودين هيقول لك لا انت ما بتعملهاش، ولو موجودين كتير قوي هيقول لك لا ده انت بتعملها كتير قوي، ده انت كده تكنولوجيست. فهنبعد عن الحاجتين دول خالص، وهنحط له يا دوب لمسه كده وهمسه كده ونوري له ازاي بنقدر نحل المشكلات. نبدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده الستيب باي ستيب اكزامبل، ونشوف ازاي هنكتب مع بعض السامري ستيتمنت وازاي هنكتب مع بعض الكارير ابسود. اول حاجه البوكلت. البوكلت هو العقد اللي ما بيننا وما بين انجينيرز استراليا. ده البوكلت بتاع اكتوبر 2016. البوكلت لازم تقراه، نو واي لازم تقرا البوكلت. انا عارف القرايه صعبه، احنا ما بنحبش نقرا، بنزهق لما نقرا، بس في الاخر دي السبيكس اللي انت لازم هتكتب عليها الريبورت بتاعك. ما ينفعش تعتمد على كلام محمد الجوهري ولا تعتمد على كلام اي حد تاني، لازم تقرا البوكلت كويس قوي علشان تعرف بالظبط انت مطلوب منك ايه. البوكلت مكتوب بطريقه كويسه قوي، بطريقه سهله، في فلو تشارتس لكل حاجه، هو طالب منك ايه بالظبط، كل حاجه تحط فيها كام كلمه بالظبط.
تكتب ايه ما تكتبش ايه الحاجات اللي مقبوله في اعتماد سنين الخبره، ايه الحاجات اللي مش مقبوله. فلازم البوكلت نقراه. معلش هنيجي على نفسنا وهنقرا البوكلت كله. طيب مش قادر اقرا البوكلت، ما عنديش الاوبشن ده، مش قادر اقرا البوكلت، خلاص هنركز على سيكشن سي اللي هو فيه السمري ستيتمنت بتاع البروفيشنال انجينير. ده نو واي، ده مش اوبشن ان انت تقراه، ده كده كده لازم تقراه. ما قريتوش مش هتقدر تكتب الريبورت من اول مره بطريقه سهله، بطريقه تعتمد على طول. هنشوف السمري ستيتمنت دي اللي هو حاططها لنا. هو حاطط لنا اكزامبل، هو عاوز السمري ستيتمنت تتكتب ازاي، فاحنا هنلتزم باللي هو عاوزه، هنشوف هو عاوز ايه وهنعمله له. هو بيقول لنا ان السمري ستيتمنت المفروض تكون مكونه من 3 ايتمز كده، 3 كولوم. اول واحد فيه الكومبيتنسي element، تاني واحد فيه brief summary of how you have applied the element، ازاي انت بتطبق الكلام دوت في شغلك. الحاجه الثالثه هي ايه الباراجرافز اللي في الريبورت اللي بتدل على انك فعلا عملت الحاجه دي. وهنا في حاجه مهمه قوي، وده السبب اللي خلينا نبدا بالسمري ستيتمنت. ان from my personal experience السمري ستيتمنت هي اللي بتتقري. هو بيمسك السمري ستيتمنت بتاعت الريبورت بتاعك يقراها الاول، يتاكد ان ما فيهاش مشاكل. لو فيها مشاكل هيقول خلاص بركه يا جامع، وهيرجع لك الموضوع تعمل له ابديت وتعدل مشاكلك. لو ما فيهاش مشاكل هيبدا يبص على رقم الباراجراف اللي انت حاططه له، اللي بيدل على انك عملت فعلا الكومبيتنسي دي، انت بتديمونستريت الكومبيتنسي دي فعلا في شغلك. وهيروح يشوف الكلام اللي انت كاتبه دوت كلام الناس العاقلين، هو ده فعلا اللي هو عاوزه، ولا انت كاتب اي كلام، ولا انت اصلا كاتب ان هي عندك وانت ما ذكرتهاش خالص في الريبورت. فعشان كده احنا هنكتب الاول السامري ستيتمنت زي ما هو عاوزها بالظبط، بكل الايتمز اللي هو حاططها فيها، وبعد كده هنبدا نفصل عليها الريبورت بتاعنا. هنبدا نحكي احنا شغالين ازاي، احنا مش هنقول حاجه فيك. احنا مبدا فيك ات انتل يو ميك ات دوت مش هنتعامل معاه خالص. احنا هنتعامل مع الحقيقه، احنا هنقول كلام امين، بس هنقوله بطريقه تخليه يقراه بسهولة، بطريقة بترتيبته هو بالترتيبة بتاعته. هنذكر له الحاجات اللي احنا ممكن ما كناش هناخد بالنا ان احنا نقولها لما نكتب السمري ستيتمنت الاول، هي هتقول لنا المفروض نقول ايه وما نقولش ايه. فهنحكي احنا شغالين ازاي بالطريقة اللي هو عاوزها، وبالطريقة اللي تخليه يعتمدنا كبروفيشنال انجينير من غير اي مشاكل. زي ما اتفقنا هنبص على اللي هو عاوزه وهنحطه له زي ما هو عاوزه بالظبط. ادي على الشمال ده البوكلت، وعلى اليمين دي السمري ستيتمنت اللي احنا بنكتبها. اول كولوم هو كده كده مغششه لنا، فاحنا هنكتب نفس الكلام اللي هو كاتبه بس بطريقتنا احنا وبكلامنا احنا. هنبارافريز الكلام اللي هو كاتبه ونخليه بشكل بيرسونال، بيتكلم عننا احنا مش بيتكلم في العموم كده. يعني مثلا هو بيقول في PE 101 comprehensive theory-based understanding of the underpinning natural and physical sciences and engineering fundamentals applicable to the engineering discipline. ده اللي هو عاوزه. انا هكتبه له ازاي؟ اقول له I have a comprehensive theory-based understanding of the underpinning natural and physical science and the engineering fundamentals applicable to. مش هقول له بقى to the engineering discipline، هقول له to the electrical power and machines engineering اللي هو الديسيبلين بتاعي. هبيرسونلايز الكلام اللي هو كاتبه، بدل ما هو كلام عام كده هكتبه عليا انا. اهم حاجه ان الكوبي بيست والبي ديتكتد، ما تحطش نفسك في المأزق ده، ما تاخدش كوبي وتعمل بيست. انا بالنسبه لي مش هتضرر في اي حاجه، انا خلاص اعتمدت شهادتي، انت اللي حاجتك هتترفض وهيعتبر شيتنج. ولو قريت في البوكلت مش مقبول ان انت تعمل كوبي بيست من اي حد، وبيطلب منك في البوكلت انك كل الكلام يكون in your own words. فلازم تخلي بالك قوي من حته الشيتنج دي، انك ما تقعش فيها، لانك دافع فلوس كتير قوي، وخساره انك تخسر الاسسمنت بتاعتك بسبب انك كسلت تكتب الكلام بطريقتك انت، او انك خدت كوبي بيست من الكلام اللي انا كاتبه او اللي اي حد كاتبه. الحد ده مش هيتضرر في حاجه خالص، انت الشخص الوحيد اللي هيتضرر لما تعمل كوبي بيست. دي كده السامري ستيتمنت، هنكملها كلها زي ما هي موجودة في البوكلت. هنكمل. ادي اول كولوم عملناه زيه بالظبط. كتبنا اول كولوم، كتبنا ال competencies
زي ما هو كان طالبها بالظبط. هنكتب بقى الكولوم التاني. الكولوم التاني بنكتب فيه ايه؟ زي ما هو كاتب فوق كده brief summary of how I have applied the element. يعني ازاي انت فعلا بتديمونستريت الكومبيتنسي دي، ازاي انت الحاجة دي عارفها لانك درستها، او ازاي الحاجة دي انت بتطبقها في شغلك. وما تخسرش معركتك بايديك، ما تجيش عند competency element وتقول لا ده ال competency element دوت فعلا بصراحة هو مش عندي، انا عمري ما عملت الحاجة دي. فكر بس كده هتلاقيك عملتها مرة واحدة زمان. فكر، هات كده قلب كده في تاريخ حياتك، شوف ال competency element دوت اكيد يعني عدى عليك مرة. مش معقول عمرك ما عملته، مش معقول يعني عمرها ما عدت عليك مثلا انك عملت ديزاين في حياتك. اكيد في لقطة كده، لقطة ما عملت فيها ديزاين مرة واحدة بس. مش لازم تكون انت شغال ديزاينر، بس لان هو طالب مثلا ان الكومبيتنسي element هو طالب فيها ديزاين، ما تقولش لا لا انا هشيل دي من السمري ستيتمنت. ولا فكر بس ودور، هتلاقي يعني فلاشة بس كده في حياتك على الماضي بتاعك 20 سنة زمان عملت ديزاين مرة لما كنت قاعد بفكر في المش عارف ايه. حطها. مش لاقي، ما حصلتش خالص، خلاص شيلها. بس يعني انت كده يعني بتقول له ان انت ما عندكش competency من ال competencies اللي هو طالبها. فخلي انك تشيلها من السمري ستيتمنت دي اخر حاجة خالص لما تيأس تماما انك ما عندكش اي حاجة تقولها. وهو احنا بنكتب الابيزود هوريكوا ازاي تجنريت ايدياز، ازاي تفكر في حاجات ممكن هي ما جاتش على بالك. ممكن انت من جواك ديزاينر بس انت مش حاسس. انا هقول لك ازاي تحس ان انت ديزاينر واحنا بنكتب الكارير ابيزود. كده ما بقاش فاضل لنا غير اخر كولوم، واخر كولوم ده مش هنكتبه غير بعد لما نخلص ال3 كارير ابيزودز، لاننا هنبدا نقرا الابيزودز ونشوف ارقام الباراجرافز نحطها. ايه رقم الباراجراف اللي بيدل على الكومبيتنسي element دوت، وايه رقم الباراجراف اللي بيدل على الكومبيتنسي element اللي بعده. ومش رقم واحد طبعا، انت بتحط ارقام كتيره. يعني مثلا بتقول له في كارير ابيزود 1 الباراجراف رقم 9، وفي كارير ايبيزود 2 الباراجراف رقم 3 و4، وفي كارير ايبيزود 3 الباراجراف رقم كذا وكذا. كل دول بيدلوا على الاليمنت دي. تقرا بقى كده حاجتك وتشوف انت ازاي بتديمونستريت الكومبيتنسي دي فعلا، بحيث ان هو لما يشوف رقم الباراجراف دوت ويروح يرجع له علشان يقراه يلاقيك فعلا عندك الكومبيتنسي اليمنت دوت، سواء درسته او سواء بتطبقه في شغلك. طيب واحد يقول لي انا مش فاهم اصلا اي حاجه من الكلام اللي مكتوب في كولوم 1 في السامري ستيتمنت ده، علشان ابيرسوناليز الكلام ولا اقول انا طبقته ازاي في حياتي وفي شغلي في كولوم 2 وانا بعمل السامري ستيتمنت. هل انجينيرز استراليا سابته كده؟ لا، الناس محترمين ومش سايبيننا خالص. هتلاقيه كاتب لك الكومبيتنسي elements، يعني مثلا PE 1.1 اللي هي كانت بتقول comprehensive theory based understanding of كل الكلام ده بيكتب لك ده معناه ايه. بيقول لك ان احنا قصدنا ان انت تكون بتengage with engineering discipline at phenomenological level و شارح لك كل competency element معناها ايه بالظبط، قايلها لك in other words، قايلها لك ازاي تكون بتطبق في الحياة العمليه. ده موجود فين الكلام ده؟ موجود في البوكلت اللي انا قلت لك اقراه. افتكر ان انا قلت لك اقرا البوكلت في ابندكس رقم 1 صفحه 33 في اخر البوكلت خالص. عشان كده بقول لك ما تزهقش وانت بتقرا البوكلت، اقرا البوكلت للاخر هتستفيد. يعني لما قال knowledge of contextual factors impacting engineering discipline، ما حدش فاهم اي حاجه. انت عايز ايه يعني من الكلام ده؟ قايل لك هو مقسمها لك هو ل A و B و C و D و E. بيشرح لك هو عاوز ايه بالظبط. هو عاوزك تكون aware بايه، وبتايدنتيفاي ايه بالظبط، وبتابريشيت ايه بالظبط. كاتب لك كل حاجه هو عاوزها منك في الاليمنت ده. فاقروا الابندكس ده وانتوا بتعملوا كولوم نمبر 2 في نبدا بقى نكتب الكارير ايبيزود مع بعض. احنا هنكتب كارير ايبيزود واحده من الثلاثه، وانتوا تكملوا الاثنين الباقيين. طبعا زي ما اتفقنا برضو ان الكارير ايبيزود اللي احنا هنكتبها دي كوبي بيست، انتوا الوحيدين المتضررين منه. لازم تكتب الكلام in your own words ويكون بيعبر عن حياتك انت المهنيه، يكون بيعبر فعلا عن اللي انت بتعمله. زي ما اتفقنا هو مستني يشوف ايه في الكارير ايبيزود دي. عايز يشوف دورك انت في الشغل، عايز يشوف همسه تكنيكال ولمسه بروجكت مانجمنت، ويشوف قدرتك على حل المشكلات.
اول حاجه في الكارير ايبيسود زي ما اتفقنا بتكون الانترودكشن. الانترودكشن بنكتب له ايه؟ هنقول بقى دي كارير ايبيسود 1، فالباراجراف دوت هيكون 1.1. هنقول له in this career episode I'll describe the project، حط اي اسم QQ which was carried from كذا، حط date to كذا، تاريخ بداية المشروع وتاريخ نهاية المشروع. I was working for OO اسم شركتك as an electrical engineer and my responsibilities was to install all electrical equipment. دي كده introduction عظيمة، بنحط له رقم الباراجراف وبنديله فكرة احنا هنكلمه عن ايه. مبدئيا كده احنا هنتكلم عن ايه، ما رجعناش هنا للسامري ستيتمنت لان في حاجات مش هنرجع للسامري ستيتمنت فيها، في حاجات هي كده كده هتبقى موجودة في الكارير ايبسود، لكن العادي بتاعنا والطريقة العامة اللي احنا هنشتغل بيها ان احنا هناخد من السامري ستيتمنت ونحط في الكارير ايبسود. كده خلصنا الانترودكشن، هنكتب الباك جراوند. والباك جراوند هتكون الباراجراف رقم 1.2. هنقول له ايه؟ بتكتب كلمتين عن شركتك. لو الشركة بتاعتك ليها سايت على الانترنت ادخل على السايت، شوف about us على السايت وهات كلمتين عن الشركة بتاعتك اتأسست امتى واتعملت امتى يعني ايه، بتديله احساس كده بالشركة شغالة في ايه وبدأت امتى وشغلها عامل ازاي وكده. كل الكلام ده تلاقيه على سايت الشركة لو موجود، لو مش موجود اكتب كلمتين عن الشركة في الإطار اللي انت تعرفه يعني. هنروح تاني للسامري ستيتمنت ونشوف الكومبيتنسي element اللي بعد كده. بيقول I have conceptual understanding of the mathematics, numerical analysis, statistics, and computer and information sciences which underpin the electrical power and machines engineering. ماشي، هنتكلم عن دي ازاي نشوف. ممكن ناخد معاها كمان ال competency element اللي بعدها 1.3 لأنه بيقول I have in-depth understanding of specialist bodies of knowledge within the electrical power and machines engineering. تقريبا يعني بنتكلم على نفس الحاجة، فممكن نحط الاتنين دول في باراجراف واحد في الكارير ابيسود. ممكن نحط اتنين في باراجراف واحد؟ ممكن نحط اتنين في باراجراف واحد. طيب ممكن ما نتكلمش عن competency element أصلا في الكارير ابيسود؟ وهنعمل كده دلوقتي، لان المهم ان كل الكومبيتنسي اليمنتس تكون اتكلمت عنها في الثري كارير ايبيسودز، بس طبعا مش هتقدر تتكلم عنهم كلهم في كل كارير ايبيسود. في ساعات في شركه معينه انت عمرك ما عملت الكومبيتنسي اليمنت دي فتتكلم عنها في كارير ايبيسود تانية. المهم تكون اتذكرت في اي كارير ايبيسود من الثلاثه. .4 I was qualified to start my engineering role immediately as I was already engaged with the electrical power and machines
fundamentals after studying the below courses، ونحط له الكورسات اللي احنا خدناها في الكلية اللي ليها علاقة بالكلام اللي هو كان بيتكلم عنه. هو بيتكلم عن الفاندمنتالز والماثيماتكس والنيوميريكال مش عارف ايه، نحط له كل الكورسز اللي احنا خدناها. فاحنا كده قلنا له ان احنا الكومبيتنسي element دي عندنا، ودي اهلتنا ان احنا نبدا على طول نشتغل في شغلنا على طول، علشان ما يجيش يقول لك انت اول 3 شهور ولا اول 6 شهور من شغلك انا مش هحسبهم لك عشان انت كنت لسه مثلا تريننج. لا، انا من ساعه ما دخلت بدات على طول، لان كان عندي الفاندمنتالز اللي انا كاتبها لك في السامري ستيتمنت دي وطبقتها على طول في شغلي. ده بناء على ايه؟ بناء على اني درست الكورسز دي، والكورسز دي اللي انت هتكون جايبها في بيان المحتوى العلمي اللي انت هتقدمها له، موجود فيه الكورسز دي وفيها ايه برضو من جواها كل كورس درست فيه ايه بالظبط. ف باراجراف زي دوت احنا عملنا فيه 2 competency elements اللي هي 1.2 1.3 كتبناه له. يعني نفس الكلام بنعمله بناريتيف ستايل، بنكتب احنا ازاي الكلام دوت عندنا وفاهمينه وازاي اشتغلنا بيه. طبعا مش هينفع تكتب الثري كارير ايبيزودز بالبساطه دي، لازم كل كارير ايبيزود تكون فيها نقله نوعيه في الكلام اللي انت بتقوله. يعني انت هنا بتقول له انا يا دوب خدتها في الكليه كده وعارف عنها كلمتين، اللي بعديها انا طبقتها بطريقه بسيطه في الحته الفلانيه. الكارير ايبيزود الثالثه لازم توري له ان انت ازاي بقى طبقتها يعني بروفيشناليزم على الاخر، وازاي انت ابدعت وانت بتطبقها. الباراجراف اللي بعد كده هنتكلم فيه عن البروجكت، عن الفترة. لو انت الكارير ايبيزود دي كلها محطوطة على بروجكت، طب لو انت الكارير ايبيزود دي عن فترة في حياتك، انت مثلا اشتغلت طول عمرك ال3 سنين شغالهم في مشروع واحد، فهتكتب ال3 كارير ايبيزود على 3 مراحل في المشروع، فبتكلموا فيه عن المرحلة دي شوية او عن البروجكت ده شوية. مش هنروح للسامري ستيتمنت فيه. الفترة دي في حياتك انت كان ايه الهدف بتاعك؟ كنت المشروع كنتوا بتتكلموا فيه عن ايه؟ 1.7 هتقول له انت كان حجمك ايه بالظبط في المشروع، كنت شغال فين في الهيراركي بتاع المشروع. نرجع تاني للسامري ستيتمنت وناخد منها. هنسيبنا بقى من الاليمنتس اللي بتبدا ب1 دي كلها، لان هي كلها بتتكلم عن الاساسيات يعني، والعلم المطلق اللي انت عارفه والتكنيكال نوليدج بتاعتك وكده. فهنسيبها بقى ونبدا نتكلم عن الاليمنتس اللي بتبدا ب 2. طيب بقيه الاليمنتس اللي بتبدا ب1 لسه ما اتكلمناش عنها، هنسيبها خالص؟ لا، هنحطها في الكارير ايبيزودز اللي بعد كده. عندك 3 كارير ايبيزود بتقسم عليها السمري ستيتمنت بتاعتك على قد ما تقدر ان هي تكون متوزعه عليهم. فاحنا اتكلمنا كتير قوي عن الاليمنتس اللي بتبدا ب1 اللي هي بتتكلم عن التكنيكال نوليدج بتاعتك. نتكلم بقى شويه عن البراكتيكال اكسبيرينس بتاعتك. 2.3 application of systematic synthesis and design process. ماشي، نتكلم عن دي في الكارير ايبيزود دي. الكلام دوت هنطبقه ازاي واحنا بنكتبه في الكارير ايبيزود؟ انا بقول له انا بديزاين لو انت راجل ديزاينر، او لو انت ما بتديزاينش خالص انا بريفيو الديزاين عشان اتاكد ان هو ابليكابل و بيكومبلاي مع الستاندردز، عشان ما بقاش بنفذ حاجه اجينست الكودز والستاندردز فاجي في الاخر بعد لما اخلص تنفيذ اعيدها تاني. فانا بريفيو الديزاين، فانا عندي الكومبيتنسي ايليمنت دي حتى لو انا ما بديزاينش. طيب انت ولا بالديزاين ولا بتريفيو الديزاين في شغلك، فكر في اي حاجه ليها علاقه بالديزاين انت بتعملها في شغلك، اي حاجه ولو كانت بسيطه. يعني مثلا ايه رايك مثلا ان انت في اول المشروع عملت التمبرري باور نتورك اللي هتغذي التمبرري اوفيسز بتاعتكم اللي في المشروع؟ عمرك ما عملتها؟ فكر كده، اكيد مره يعني عملتها. طيب عشان ما نبقاش بنتكلم ومتحيزين لمهندسين الكهرباء، خليني اقول لك حاجه ما فيهاش اي ديزاين خالص. انت شغال صيانه في مصنع وانت مهندس ميكانيكا انتاج وشغال صيانه في مصنع اهو، يعني اهي قفلتها لك اهي. مفيش اي ديزاين خالص عدى عليك؟ ما حصلش مثلا ان قالوا لك هنعمل مخزن جديد للمصنع، فالمخزن دوت فيه حمام، فالحمام دوت عاوزين نعمل له بلامينج نتورك،
ونحط سيوج بامب ترمي الصرف دوت على الشبكه بتاعه الحكومه في الاكستنشن بتاع المصنع. اي حاجه فكر كده في تاريخك كله، اي حاجه كان فيها ديزاين ولو كانت بسيطه، مجرد ان انت ابلايد التكنيكال نوليدج اللي عندك انك تدايزن حاجه ولو كانت بسيطه، ولو كانت تمبرري. ما حصلش مثلا ان كان التكييف في الشفط في المصنع في الحته الفلانيه عند خط انتاج اللي مش عارف ايه فيه مشكله، فانت دايزنت اكزوست فان علشان تحل المشكله دي. فكر في اي حاجه ليها اي علاقه بالديزاين ولو كانت من وجهه نظرك بسيطه، احسن من انك ما تحطش خالص الكومبيتنسي ايلمنت دي في الكارير ابيسود. طيب 1.9 هنكلمه شويه عن دورنا احنا بقى تحديدا في المشروع كان ايه. مش هنروح للسامري ستيتمنت المره دي، عايزين نكتب ايه الريسبونسبيلتيز بتاعتنا بالظبط في المشروع. نرجع للسامري ستيتمنت تاني، كنا خدنا اخر حاجه الاليمنت 2.3. نشوف 2.4 بتقول ايه. application of systematic approaches to conduct and management of projects. ماشي، يعني احنا هنا في الايتم دوت في السامري ستيتمنت اتكلمنا فيها عن احنا ازاي بنطبق البروجكت مانجمنت في المشروع بتاعنا، ازاي بنطبق الاليمنتس بتاعه البروجكت مانجمنت ان احنا نوصل للاوبجيكتيف بتاع المشروع. نكتب الكلام دوت ازاي في الكارير ايبيزود اهي 1.10. طيب في 1.10 حطينا كده يعتبر الايه الهمسه البروجكت مانجمنت. تعال نحط بقى ايه اللمسه التكنيكال. ممكن مثلا نحطها في 2 باراجرافز ورا بعض 1.11 و 1.12. قول له بقى الحاجه التكنيكال اللي انت بتعملها في شغلك في 2 باراجرافز كده، وحط له كده المعادلات اللي انت اشتغلت بيها. قول له انا وانا بديزاين عملت استغليت المعادلات كذا 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 عشان احسب اللكس. حط له معادلات، هو باراجراف واحد كده فيه معادله انت ازاي حسبت اللكس بتاع المنطقه دي. قول له انا مش ديزاينر. طيب خلاص، قول له انا لما جالي الديزاين بتاع المشروع عملت الفولتج دروب كالكوليشنز باستخدام المعادله دي، عملت شورت سيركت كالكوليشنز باستخدام المعادله دي. ويا سلام كده لو تعمل له سكرين شوت لحته صغيره كده من جدول انت كنت عامله فيه الحسابات وبتاع، حته صغيره كده مش مطلوب منك قوي بس بتوري له ان انت عملت الحاجه. انت مهندس ميكانيكا، انا حسبت الستاتيك لود بتاع مش عارف ايه فحطيته. انا حسبت الترومبة السويتش دي المفروض تكون قد ايه. انا حسبت الستارتنج بتاع المكن دوت المفروض يتعمل ازاي. انا شفت الامرجنسي لودز بتاعتي قد ايه. 2 باراجرافز كده قول له فيها انت في المشروع كان ايه دورك التكنيكال في 2 باراجرافز. بنحط معادلة طبقناها بطريقة معينة علشان نوصل لحاجة معينة جوه المشروع ايا كانت هي ايه. فكر كده فيها، شوف ايه الدور التكنيكال اللي انت بتعمله في شغلك علشان ما تبقاش وقعت الحتة التكنيكال اللي هو مستني يبص عليها. هو مستني يبص على حتة بروجكت مانجمنت، حته تكنيكال، حته حل مشكلات. فكده يبقى احنا ادينا له حتتين من الثلاث حتت اللي هو عايز يبص عليها. طيب عاوزين نحط له الحته الثالثه بقى اللي هو بيبص عليها برضو، اللي هي قدرتنا على حل المشكلات بالمره ونبقى خلصنا الحاجات اللي هو مستني يبص عليها. ف 1.13 هنقول له one of the main problems that faced the project was كذا 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 كذا، واكتب له عن مشكلة حصلت لك وقدرت تحلها. مشكلة كانت عندك في الديزاين فانت عملت RFI وقدرت تعدل في الديزاين. اي مشكلة كانت عندك في الشغل وانت قدرت تحلها. طيب مفيش، ما حصليش مشاكل او كان عندي يا دوب انا حياتي كلها عدت عليا مشكلتين، فالمشكلتين دول حطيتهم في التو كارير ايبيزودز رقم 2 ورقم 3. بس الكارير ايبيزود الفضلالي دي مش لاقي لها مشكله، ما عدتش عليا مشكله عشان احطها فيها. طبعا ما ينفعش تكرر نفس الكلام في كل كارير ايبيزود. كل كارير ايبيزود بتتكلم عن مشروع مختلف ومرحله مختلفه في حياتك. تعمل ايه؟ ما حصلش مثلا مره ان انت كان عندك اتنين صنايعيه اتخانقوا مع بعض، ولا اتنين مهندسين اللي شغالين عندك اتخانقوا مع بعض فانت تدخلت وحليت الموقف وعملت ديسيبلينري اكشن معين؟ حطها تبقى دي التالتة. ينفع ينفع خلاص، ما انت قلت له في التو كارير ايبيزودز التانيين حطيت له مشكلتين كبار انت حليتهم. الكارير ايبيزود دي
قدامك حل من اتنين، انت مش لاقي خلاص اي مشكله، ما احطش خالص ان انا حليت اي مشكله واسيب الكومبيتنسي element دي، ولا احط له مشكله انا حليتها ولو كانت مشكله بسيطه ولو كانت مشكله جوه التيم بتاعي، لا احطها له، وزي ما اتفقنا ما نخسرش معركتنا بايدينا ونحط له الاليمنت، هو بعد كده يبقى وافق عليه وافق او يرفضه. كده اتكلمنا عن 3.3 في السامري ستيتمنت. كده خلصنا الانترودكشن والباك جراوند والبيرسونال انجينيرنج اكتيفيتي. طبعا من اول ما احنا بدأنا نتكلم هنا كده عن الانجينيرنج اكتيفيتيز بتاعتنا دي، كده البيرسونال انجينيرنج اكتيفيتي. مش فاضل لنا كده غير ان احنا نعمل السامري. هنكتب بقى سامري قوية، مثلا 1.17، نقول له او اي سامري تانية بتتكلم فيها عن انت عملت ايه طول الكارير ايبيزود دي، بتلخص له الكارير ايبيزود دي. طبعا بتحاول تخلي السامري بتاعتك قوية بحيث تقفل بيها الكارير ايبيزود قفلة محترمة. كده احنا كتبنا الكارير ايبيزود مع بعض. شكرا. زي ما قلنا على الفيديو اللي فات، مفيش اي حقوق ريليتد بالفيديو دوت، في الفري ان انت تستخدمه اي استخدام او تشيره على جروب تاني او تعمل له ابلود على اي سايت او تعمل اديت عليه لو في اي معلومة جديدة انت شايف ان هي ما كانتش مظبوطة في الفيديو. شكرا. السلام عليكم.